في سؤال جالي من شاب، ويمكن برد على الرسالة دي متأخر. بس أتمنى إن هي يعني تفيد أي حد بيسمعها أو أي حد بيمر بنفس الموقف. وهو شاب خطب بنت من بيت محترم بيراعي ربنا، خطيبته منتقبة ظاهر عليها أو يبدو عليها الصلاح. اكتشف إن هي ليها علاقات سابقة. الاكتشاف ده ما كانش إن هو بيتتبع شيء ولا حاجة، بالعكس هو كان حد محترم معاها ومديها الأمان، ولكن في حد حب يهتك ستر البنت ديت. كان واجهها اكتر من مرة وكانت بتنكر لحد ما في مرة اعترفت بكل حاجة. هو المشكلة هنا ان هو ثقته اتهزت فيها. هم عاقدين، يعني هي مش ما بقتش خطوبة، بقت عقد، وهو مش عارف يعمل ايه. طيب هو انا لو هرد على الرسالة دي، طبعا انا مش هديك قرار، ولكن هقولك في الاخر ممكن تاخد القرار ازاي. ولكن في كذا نقطة أنا حابة إن أنا أوضحها بس ونتكلم فيها. أولا بالنسبة لنقطة إنها أنكرت وإنها كذبت، هو التائب حتى لو أنت رجعت لفتاوى التائب من الذنب لا يجوز ليه إن هو يهتك ستر ربنا عليه. يعني هو تصرفها لو بنتكلم من ناحية شرعية فهو صح تماما، إن هي ونفس الشيء للشاب. يعني لما خطيبتك أو لما مراتك تسألك انت كان ليك علاقات سابقة، انت اخطأت وانت فعلا كنت اخطأت ولكن تبت، وتبت فعلا توبة نصوحة وصادقة، فانت ما ينفعش تهتك ستر ربنا عليك، ما ينفعش تقول اللي قدامك انا عملت كذا كذا. تمام، لان ده الطبيعي اللي هيحصل، ان الثقة بتتهز والعلاقات بتخرب. فالاصل ان التوبة بتمحي ما قبلها، وده عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن عشان احنا بشر فمش بنتحمل ده، وعشان كده الانسان التائب من اي ذنب ايا كان المفروض ما يقولش ده. فهي لو هنتكلم عن تصرفها هنا، فهو من ناحية الشرع والدين، فالشرع والدين بيدعم تصرفها ولا يؤخذ عليها في شيء. تمام. طيب من ناحية الاحتمالات، يعني خليني واقعية جدا معاك، واسمح لي ان انا افترض بعض الافكار اللي ممكن تيجي في بالك. زي طيب انا لو كملت معاها وقررت ان انا اتغاضى عن ده، هل في ضمان يضمن لي انها ما تعملش كده تاني؟ فالاجابة لا. طيب خليني اسألك السؤال ده بشكل مختلف، او نفكر في الفكرة بشكل مختلف. لو انت متجوز واحدة تانية والبنت دي عفيفة، وبرضه خطيبتك طالما تابت فهي عفيفة، والبنت دي لم يسبق ملهاش اي علاقات سابقة، هل زواجي بيها يضمن ان هي ما ترتكبش اي ذنب وما تقعش في اي خطأ؟ فالاجابة برضو لا. فخلينا واقعيين ان مفيش شيء بيضمن شيء. يعني مفيش شيء مضمون. مفيش حاجة بتقول ان انا لو كملت مع فلانة مع خطيبتي ديت ان انا بالتأكيد ان هي ممكن ترجع للذنب ده، ومفيش شيء بيقول العكس. طيب احنا بنتعامل بناء على ايه؟ بنتعامل بناء على الحاضر، بناء على الحاضر، وبناء على ارتياحي ورؤيتي للشخص ده. هل فعلا هي انسانة واصل منها الصلاح والصدق وان هي فعلا تابت؟ ممكن واحدة تتوب يعني سبحان الله، يعني هي لا تعود للذنب ده ابدا، وسبحان الله بالعكس ينصلح حالها. ويمكن انا مش بشبهنا بالصحابة، ولكن لو انت شفت الصحابة كانوا ليهم يعني انجازات رهيبة جدا في الاسلام وفي الدين، رغم ان هم قبل كده كانوا مشركين، وكان منهم اللي قتل ومنهم اللي عمل كل الذنوب اللي في الدنيا. فاحنا ديننا في طبيعته ما بيقومش، وحتى ده طبيعة خلق الانسان، ربنا خلقنا بيها ان احنا بنخطئ وبنتوب، وان مش بنبروز خطأ حد. مفيش شيء حد فينا معصوم، ومفيش شيء بيضمن ان المحترم الكويس اللي كان استريت ده هيفضل كده طول حياته. فدي نقطة انا حبيت ان انا اتناقش فيها. بالنسبة للثقة اللي اتهزت، ودي اهم حاجة بالنسبة لي، مشاعر الثقة، لان هي مهم جدا تكون موجودة بين الزوجين، مهم قوي. مشاعر الثقة زي اي مشاعر، هي بتكتسب وممكن تتخسر وبترجع بصعوبة، صحيح، بس ممكن ترجع. فهو هنا السؤال، هل انت قادر تستعيد، او شايف من نفسك ان انت تقدر ان انت تتجاوز عن ده وتتجاوز عن وساوس الشيطان وتستعيد الثقة فيها، او تحس ان انت واثق فيها؟
فهنا دي بقى محتاجة صدق مع النفس وان انت تجاوب بصراحة، لان عدم ثقتك فيها مع عدم قدرتك ان انت تستعيد ده مرة تانية، آه، آم، للأسف يعني هيبوظ الدنيا بينكوا او هيبوظ العلاقة بينكوا، لان خلاص انت بقى كل تعاملاتك معاها مبنية على الشك. طيب خليني أسأل سؤال تاني، هل الثقة فعلا ممكن ان انا استرجعها؟ هو الحقيقة هي ممكن تسترجع، ولكن محتاجة إرادة منك انت، او محتاجة مجهود من الشخص نفسه وقرار انه انا شايف ان ده انسان، وان انا شايف ان ده بشر، وشايف ان هو بيغلط، وزي ما انا كمان بغلط، وان هو بيتوب، وسبحان الله ممكن ربنا يتوب عليها توبة نصوحة، بل بالعكس تبقى افضل منك ومني ومن ناس احسن مننا دينيا. فرؤيتي للإنسان اللي قدامي بالشكل ده، ورؤيتي ليه على إن هو بشر، ده بيساعدني كمان. أنا في طرق ليها علاقة بالمتخصصين، أنت ممكن تروح للمتخصص وتشتغل على الحتة دي، على حتة المشاعر اللي أنت ممكن تكون سلبية وحسيت بيها. ولكن رقم واحد وأهم حاجة بالنسبة لي هو قرارك، هل أنت قادر تقرر ده؟ أنا يعني مش هدعي المثالية او مش هطلب منك المثالية، هو لو كملت فده كويس ونبل منك، بشرط انك تكون قدرت تجاوب على السؤال ده بصدق، ان انا فعلا قادر ادي فرصة للعلاقة دي، واديلها فرصة فعلا بقلب، واديلها فرصة فعلا بعمق. ولكن هرجع اقولك، ايه اللي انت تقدر عليه؟ ايه اللي نفسك تقدر عليه؟ طيب اخد القرار ازاي؟ اخد القرار ان انا اجيب ورقة وقلم، وما تستهونش بخطوة الورقة والقلم ابدا، لان هي بتفرق عن ان الموضوع يبقى شغال في دماغك بس. اكتب عيوب ومميزات البنت دي، اللي انت شفته عليها، يعني من اخلاقها، ده هيبين لك. ما اصلنا في حد احنا قلنا ايه، الكذب هنا جائز ليها شرعا. طيب هل هي في العادي هي بتكذب؟ انت قلت في الرسالة بتاعتك ان هي لا، هي حد انا ما شفتش عليها شيء خالص. فانت اكتب ايه مميزاتها وايه عيوبها، هل المميزات غالبة على العيوب؟ طيب اكتب تاني قرار كده في نص الصفحة، قرار الانفصال، قرار ان انا اكمل، مميزات وعيوب كل قرار. بعد الرؤية دي احنا بناخد بالأسباب، استخير ربنا مرة واتنين وتلاتة، تبرأ تماما من حولك وقوتك، وادعي ربنا ان هو يوفقك للقرار الصح ليك وليها، والقرار اللي فيه خير. وأهم نقطة تشوفها من داخل قلبك، انك قادر انك تعدي الحتة دي وتتجاوزها وتثق فيها مرة تانية. وعايزة اقولك اخر جملة، انه مش عيب ولا يقدح في رجولتك، بل بالعكس هو نبل ورجولة منك انك تكون قادر تسامح. ولكن مش هطلب منك، وما تطلبش نفسك بالمثالية في الحتة دي، خليك صريح وواضح جدا مع نفسك ومع اللي قدامك، وربنا يقدر لكم كل الخير.